السلام عليكم. النهارده هعلمكم طريقة كفتة الرز بطريقة سهلة وبسيطة وكل المبتدئين يعرفوا يعملوها عادي. معانا هنا هنبدأ ب حزمة من الكزبرة وحزمة من الشبت وحزمة من البقدونس، او مش عايزة تشيل الشبت تشيلي ممكن عادي. معانا هنا بصلتين كبار او متوسطين على حسب اللحمة اللي هتعمليها. انا هعمل كيلو من اللحمة مفرومة، ماشي. ادي كيلو اللحمة وهحط عليه ملح وفلفل وكمون وكل حاجه كده معلقه صغيره، عشان طبعا لسه في الطبيخ بتزود الملح زي ما انت عايزه. ومعايا كمان رشه من البيكنج باودر، يعني رشه صغيره كده، يعني تدي كده يبقى ما يبقاش مكتوم. ومعانا هنا طبعا كيلو الا ربع من الرز، وهنحط بقى هنفرم بقى كل المكونات دي. انت لا، هو الطبيعي انك بتحط كيلو لحمه وكيلو رز، بس انا بقلل الرز شويه. وبعد كده كل ده هيتفرم بقى في المكنه زي ما انتوا شايفين. كل المكونات اللي انتوا شفتوها دي تتخلط كلها مع بعضها بقى في المكنه، سواء بره او سواء عندك عادي. زي ما انتوا شايفين كده ناعمه جدا وعامله زي العجينه. بعد كده هتبداي بقى تصبعيها بقى على شكل كور، على شكل صوابع زي ما انت عايزه. بعد كده بتحمريها وبالهنا والشفا بقى، بتبداي تخزنيها وتحطيها في الطبيخ. ما تنسوا